ليله امتحان العربي هي اصعب ليله عدت عليا في حياتي حرفيا. انا امتحان العربي ده كان بالنسبه لي كابوس. انا فضلت احلم بامتحان العربي لحد يوم النتيجه. انا اقسم بالله حصل موقف في امتحان الفيزياء كان هيضيع مني كل درجات امتحان الفيزياء. حصل معايا في امتحان الكيمياء، اقسم بالله اول سؤال جيت احله مش عارف احل السؤال. الفيديو ده مهم جدا لاي حد في ثانويه عامه، عشان هكلمك فيه عن كل حاجه انت محتاج تعرفها عن ليالي الامتحان واللجنه، نعمل ايه قبل اللجنه وبعد اللجنه وجوه اللجنه. فركز معايا قوي عشان ده فيديو مهم جدا، وده غالبا اخر فيديو لثانويه عامه. فيا ريت يا ريت بجد نعمل لايك للفيديو واشتراك في القناه وتعمل شير وتبعته لاي حد في ثانويه عامه عشان فعلا مهم جدا. ويلا بينا نبدا على طول. اول حاجه مهمه جدا لازم تعملها وهي النوم. لازم تنام كويس قوي قبل الامتحان. ما ينفعش تبقى انت مضيع النوم في كل الايام اللي فاتت، مش ظابط نومك وعمال تذاكر، وتيجي بسبب عدم نومك في ليالي الامتحان تضيع كل اللي انت عملته. لازم تنام على الاقل 4 ساعات. انا كنت بنام من 7 ل8 ساعات، اقل يوم كان 6 ساعات. فلازم تنام كويس في ليله الامتحان عشان تبقى فايق ومركز في الامتحان. انا اقسم بالله في ناس اعرفها شخصيا كانت شاطره جدا جدا قبل ثانويه عامه، وفي اثناء السنه كانوا شاطرين كويس جدا، ولكن بسبب عدم النوم والتوتر ضاعوا، مجموعهم وقع في الارض. فركز، لازم تنام كويس. وهنا الناس بتنقسم لنوعين: اما ناس بتنام كتير قوي او ناس بتنام قليل قوي. الناس اللي بتنام كتير وانا كنت من النوع ده، الحل بتاعها هو بص، هو حل غريب. انا اقسم بالله ما سمعتوش من اي حد خالص، انا جربته بالصدفه في ليله الامتحان ونفع معايا، وهو نام على الارض، ما تنامش على السرير. اقسم بالله مش بهزر، هو حل غريب انا عارف، بس انا جربته من اول ليله امتحان العربي لحد ليله امتحان الجيولوجيا. كنت بنام على الارض، ما كنتش بنام على السرير خالص. كنت بنام مثلا 6 ساعات 7 ساعات واقوم على طول. النوم مش مريح، عمال تقلب ومش عارف ايه، فانت هتقوم بسرعه. لكن جيت بقى في ليله امتحان الاحياء، نمت على السرير تاني، بقيت بنام 12 ساعه و10 ساعات وارقام كده غريبه. فجرب تنام على الارض. النوع التاني بقى اللي مش بيعرف ينام من كتر التوتر. انا كنت النوع ده في العربي والفيزياء. ليله امتحان العربي هي اصعب ليله عدت عليا في حياتي حرفيا. انا امتحان العربي ده كان بالنسبه لي كابوس. انا فضلت احلم بامتحان العربي لحد يوم النتيجه. فعشان تقلل التوتر كنت بعمل ايه؟ كنت قبل ما انام بنص ساعه كده اجيب المصحف، اقعد اقرا سوره الملك، واخلص سوره الملك واقرا اذكار المساء وانام. الحمد لله كنت بنام بسرعه. فجرب وان شاء الله تنام بسرعه. تاني حاجه لازم تعملها وهي ان انت لازم تكون عارف تقسيمه ليالي الامتحان بتاعه كل ماده. بمعنى انا مثلا هفترض دلوقتي ان انا عندي ماده قبلها 5 ايام، لا انا هعتبرهم 4 بس، وهقول لك كمان شويه اليوم الخامس ده هنعمل فيه ايه. ال4 ايام دول همشيهم ازاي؟ اخر يوم ده هخليه للحل، اخر يوم هخليه لحل الاسئله، لمراجعه مثلا حته صعبه، لمراجعه الاسئله اللي انا بغلط فيها كتير، وهكذا. لكن اول 3 ايام بخليهم مراجعه الماده كلها، بمسك الماده كلها من الاول خالص اراجعها، اعدي عينيا على المنهج كله تاني، وارجع كل المعلومات اللي انا عارفها عن المنهج كله في ال3 ايام دول. ارجع اخطائي، الحاجات اللي انا بغلط فيها احلها من الاول تاني، والحاجات اللي انا غلطت فيها تاني بقى اروح معلم عليها علامه مميزه عشان هنرجعها في اليوم الخامس. يبقى انا اول 3 ايام براجع فيهم المنهج كله، رابع يوم بحل الاسئله، ببص تاني على امتحانات الثانويه العامه اشوف حد بيحلها، ما احلهاش بنفسي في ليالي الامتحان عشان بتغلط فيها كتير فتتوتر فتخاف. لا، ما تحلش امتحانات الثانويه العامه في ليالي الامتحان، شوف حد بيحلها. ماشي. اليوم الخامس بقى هخليه الايه؟ اليوم الخامس ده هخليه الحاجات اللي انا بغلط فيها كتير، الحاجات اللي انا بنساها كتير. وفي اليوم الخامس ده هعلم على الحاجات اللي انا بص ضايع فيها خالص، بنساها بسرعه، هعلم عليها برضو واكتبها في ورقه خارجيه كده عشان دي هبص عليها قبل اللجنه الصبح، مهمه جدا. ففي اليوم الخامس ببص على الحاجات الصعبه اللي انا بغلط فيها كتير، والحاجات اللي انا بنساها بسرعه وبعلم عليها عشان هبص عليها قبل اللجنه الصبح. طيب الحمد لله انا خلصت مراجعتي وقرأت سورة الملك ونمت الحمد لله، وصحيت من النوم. اصحى بدري اصلي الفجر، ويفضل في المسجد. بعد ما تيجي من الصلاه تقرأ اذكار الصباح، وقبل الامتحان مثلا كده بساعه ساعتين تبدا تبص على الحاجات اللي انت كاتبها من بالليل، الحاجات الصعبه اللي انت بتنساها بسرعه تبص عليها بسرعه تاني. ما تقعدش تراجع المنهج كله من الاول، لا اوعى تعمل كده عشان اقسم بالله هتضيع، وهتلاقي نفسك ناسي حاجات ومتوتر ونسيت المنهج كله وهتلاقي نفسك نسيته. لا، انت حدد بس حبه حاجات كده من بالليل هترجعها الصبح هتبص عليها بسرعه في ساعه ساعتين كده، وتبدا تفطر بقى فطارك العادي. اوعى تعمل اي حاجه جديده او مختلفه عن اليوم العادي، عيش ليالي الامتحان ايام عاديه خالص، عشان اقسم بالله الحاجات دي بتدمر. انا في امتحان من الامتحانات في سنه من السنين في امتحان الفيزياء جيت شربت قهوه الصبح، كانت اول مره اشربها في حياتي، يعني من غير ما افطر او من غير ما اكل اي حاجه شربتها. اقسم بالله في الامتحان بطني كانت بتتفرتك
فاوعى تعمل كده. عيش ليله الامتحان ويوم الامتحان اكن يوم عادي خالص. اوعى تعمل فيه اي حاجه جديده، اوعى تاكل فيه اي حاجه اول مره تاكلها، حاجه عندك منها حساسيه ما تاكلهاش، لا، كل فيه فطارك العادي خالص زي ما بتفطر كل يوم، ماشي. وبعد ما تخلص يفضل تخرج بدري بحيث توصل المدرسه قبل الامتحان بربع ساعه. انا كان بيني وبين مدرستي ربع ساعه، فكنت بخرج قبل الامتحان بربع ساعه بحيث يبقى معايا ربع ساعه اعرف بقى مثلا نسيت حاجه، عايز اشتري حاجه، اشتري قلم وهكذا، ويبقى معايا وقت برضو ان انا ما بقاش مصعب متوتر، اروح بدري شويه. حلو. طيب باجي اروح الامتحان، قابلت حد، وقفت مع حد، ما اتكلمش مع حد في اي حاجه. اوعى تراجع اي حاجه مع حد الصبح، ولا تحل اسئله الصبح مع حد، ولا تكلم حد في الماده اصلا. انا كان صاحبي اللي بيمشي معايا على اللجنه، كنا متفقين مع بعض ان احنا ما حدش يراجع اي حاجه الصبح خالص اطلاقا، ما حدش يراجع اي حاجه، بنروح مع بعض مش بنتكلم في اي حاجه، ولا حتى تتكلم في حاجه بره المنهج، لان انت كلامك عن حاجه بره المنهج هينسيك المنهج. اوعى تتكلم في اي حاجه، انت ماشي ساكت بتذكر ربنا، تقرا قران وانت ماشي وهكذا. تمشي تروح اللجنه، تقف هناك ما تتكلمش مع حد. انا كانت الشله بتاعتي كانت بتجتمع قبل الامتحان ويقعدوا يراجعوا ويجيبوا اسئله ومش عارف مين اللي حل سؤال ومين اللي مش عارف عمل ايه وهكذا، لا، انا كنت بقف بعيد عنهم، ما كنتش بكلم مع اي حد خالص اطلاقا في اي حاجه، ولا في الامتحان ولا بره الامتحان. بيفتحوا الباب اطلع اللجنه اقعد فوق واستنى لحد ما الورق يجي. حلو جدا، الورق جه اطلع ادواتي. اوعى تنسى اي حاجه من الادوات. انا اقسم بالله حصل موقف في امتحان الفيزياء كان هيضيع مني كل درجات امتحان الفيزياء، فاوعى تنسى حاجه. هي الادوات: قلم رصاص، استيكه، قلمين جاف، مهم جدا قلمين جاف، والاله الحاسبه خدها معاك في كل الامتحانات، حتى امتحان العربي، حتى امتحان الانجليزي خدها معاك. انت ما شفتش امتحان 2023 بتاع العربي تلت التسعه كام ولا تلت الثلاثه كام؟ ما مش فاكر انا. برضو عندنا برضو كان في سؤال فيه ارقام، فخد الاله معاك في كل الامتحانات. اوعى تنسى الاله، مهمه جدا. وخد معاك مسطره، مسطره مهمه جدا جدا لاقصى درجه. طبعا بطاقتك ورقم الجلوس، رقم الجلوس، رقم الجلوس مهم جدا عشان مش هتخش الامتحان غير بيه، مش هينفع تمتحن غير برقم الجلوس، فخده معاك. انا كنت ساعات بنسى المسطره، فكنت بستخدم البطاقه. بستخدمها في ايه؟ لان البابل شيت كل الدوائر لازقه في بعض، فانت عينك بتزغلل وبتعلم سؤال مكان سؤال، ولو علمت سؤال مكان سؤال فانت كده كل حاجه راحت وكل الاسئله ضاعت في بعض، فهتتلخبط وتضيع نفسك. فلا، خد معاك مسطره، بتحط المسطره كده بتداري بيها على الخطوط اللي تحت وتعلم في السؤال بتاعك وهكذا، وتحاول تخلي الدايره كامله تظلل على الدايره كلها. اوعى تنسى اي اداه من الادوات. طيب الورقه جات لي، بمسك الورقه اقرا الفاتحه وبقرا ايه الكرسي، بقرا اخر ايتين من سوره البقره، امن الرسول لحد اخر السوره، وبقرا رب اشرح لي صدري ويسر لي امري الى اخره، وبقرا طبعا المعوذتين بس. ببدا بسم الله وابدا احل. انا جيت احل لقيت اول سؤال مش عارفه، اعمل ايه؟ حصل معايا في امتحان الكيمياء، اقسم بالله اول سؤال جيت احله مش عارف احل السؤال، بكل بساطه علمت عليه علامه وسبته ودخلت على اللي بعديه. اوعى تدي للسؤال اللي انت مش عارفه اكتر من دقيقتين، هو اقصى حاجه عنده دقيقتين، ما جبتش فكرته خش على اللي بعديه على طول، ما تضيعش وقت فيه، اقسم بالله الوقت بيعدي في ثانيه. ففي حاجه مهمه كمان جدا، خد معاك ساعه، خلي معاك ساعه. هما بيسمحوا بالساعات اللي هي الارقام، مش السمارت ولا التاتش، لا، ارقام عاديه خالص، خدها معاك خليها جنبيك. انا برضو كنت باخد معايا ساعه وكنت بقلعها اصلا واحطها جنبي على الديسك، فاخد معاك ساعه مهمه جدا عشان تبقى عارف الوقت بيعدي ازاي. والسؤال اللي يقف معاك علم عليه علامه وسيبه، خش على اللي بعديه. سؤال سهل عارف فكرته حله على طول، ما ترددش، حل على طول وهكذا، اللي بعده اللي بعده. جيت بقى سؤال طويل مثلا وانت عارفه، حاول تسيبه للاخر برضه حتى لو انت عارفه. ليه؟ لان احنا بنطمن فبنسرح في الوقت، فالسؤال ده بياخد منك وقت كتير، فلا ما تسرحش في الوقت، سيبه للاخر برضه مع الاسئله اللي انت مش عارفها، وجيله في الاخر بقى في الوقت ايه، اديله وقته براحته. امشي في الاسئله اللي انت عارفها بسرعه هخلصها وحلها، بعدين ارجع بقى للاسئله اللي انت كنت عارفها برضه سبتها حلها، بعدين شوف الاسئله اللي انت كنت سايبها اصلا مش عارف تحلها وحلها واحده واحده. ادي للسؤال وقته، ما تتسرعش، براحتك، واقرا كل كلمه، عشان اقسم بالله في امتحان الفيزياء كان في اسئله شكلها متعودين عليها، كنا بنحله خلاص على اللي احنا متعودين عليه، ولكن كان يغير كلمه كلمتين فكان بيغير السؤال كله. فركز في كل كلمه في السؤال، اقرا بالراحه وحل بالراحه، ما تتسرعش، دي حاجه مهمه جدا. وهتلاقي نفسك في نص الامتحان بتنام بتسقط. ففي حاجه مهمه جدا لازم تاخدها معاك، وهي ازازه الميه. ازازه الميه بتفوقك وتصحصحك. انا كنت اقسم بالله في امتحان الفيزياء كنت باجي اقرا السؤال وفجاه الاقي نفسي بص يعني عايز انام مش عارف ايه، بعمل ايه؟ امسك ازازه الميه واشرب بق ميه كده افوق بيه، ماشي، وبعدين اكمل حل الاسئله عشان ما تنامش في الامتحان. وفي حاجه كمان مهمه جدا، اوعى تلفت نظر المراقب ليك، ما تخليش المراقب قاعد عم باصص لك، ما تقعدش تبص جنبيك وتبص وراك وتقعد تتكلم مع اي حد، اوعى تعمل كده خالص. اقسم بالله تلاقي مراقب قاعد بص قاعد فوقيك يعني كده، بص قاعد جنبيك وعمال يبص عليك وانت بتعمل ايه وتبص هنا ليه مش عارف ايه، فهتخليه مراقبك، هتخليه باصص ليك على طول، وده وضع موتر جدا، فهتخليك اصلا قلقان ومتوتر اكتر ما انت متوتر اصلا. فما تخليش المراقب ياخد باله منك، وخليك في حالك، بص في ورقتك ولا جنبيك ولا وراك، ما تبصش في اي حته، انت بص في ورقتك وبس.
وحاجه كمان مهمه جدا، لو حصل اي دوشه في اللجنه قول للمراقب، قول له بعد اذنك انا مش عارف احل الصوت، اي حاجه عرفه، عشان ده حقك، ده مستقبلك، لازم تعرفه ان في مشكله وهو هيساعدك باذن الله. طيب لو حصل دوشه بقى بره أو اي حاجه، هتلاقي ناس بتغش وناس معاها سماعات وناس معاها حاجات، مالكش دعوه، ركز في ورقتك، مالكش دعوه باي حاجه بتحصل. لو المدرسه ولعت مالكش دعوه، خليك في نفسك وفي ورقتك وبس. جينا الحمد لله خلصنا الامتحان، وجينا في اسئله مش عارفها خالص، مش عارف احلها، اعمل ايه؟ بكل بساطه بالراحه فكر فيها تاني، اديها وقتها، وما تسيبش سؤال فاضي، اوعى تسيب سؤال فاضي، لان ده اصلا هديه، الاسئله المقاليه دي هديه اصلا، فانت ما تسيبش سؤال فاضي، لازم تحل، اكتب اي حاجه بس ما تسيبش سؤال فاضي، ماشي؟ وفي الاختيارات في سؤال مش عارفه، اعمل ايه؟ انا بصراحه كان في بعض الاسئله ما كنتش ببقى عارفها خالص، مش عارف احلها، اعمل ايه؟ بسم الله واذكر الله واختار الاجابه اللي انا حاسسها بس. لكن في اسئله بيبقى انا خلاص اخترتها وعايز اغيرها، اعمل ايه؟ دي حاجه مهمه جدا، اوعى تغير اجابه اي سؤال انت حليته غير لما تكون متاكد 100% ان الاجابه دي غلط واللي انت هتختارها دي الصح بس. لكن ما تكونش 50 50 او انت حاسس ان هي غلط وهتغيرها، لا، طالما انت اخترت اول اجابه هي دي الصح. صدقني اقسم بالله بتحصل في الكليه، وحصلت معايا كتير قوي، وحصلت مع كل زمايلي، فاوعى تغير اجابه غير لما تكون متاكد 100% ان هي صح وهتغيرها، تمام؟ طيب الحمد لله خلصت الامتحان وقاعد مستني ان انا همشي. ما تسلمش الورقه بدري، اوعى تسلم الورقه بدري، خد وقتك خالص، راجع براحتك خالص، ما تسلمش الورقه بدري عشان هتندم على كل ثانيه هتضيع منك في الامتحان وانت طلعتها بايديك، لا، راجع براحتك خالص. بعد ما خلصت سلمت الورقه وهتنزل، ما تتكلمش مع حد، ما ترجعش مع حد خالص اطلاقا، اوعى تتكلم مع حد بقى عملت السؤال ده ايه والسؤال ده كام ومش عارف ايه، لان دول طلبه زيك، محدش عارف ايه الصح وايه الغلط، انت امشي روح على بيتك على طول. انا كنت متفق مع زمايلي ان احنا ولا هنراجع بعد الامتحان ولا اي حاجه ولا هنتقابل اصلا، اللي خلص يروح على طول على بيته، محدش يقابل حد خالص اطلاقا، وحتى لو اتقابلنا بنقف بعيد عن المدرسه ونتقابل ونمشي، ماشي؟ مش بنراجع مع بعض. انا بقى كنت براجع الصراحه، كنت براجع بس مش مع زمايلي، لا، كنت برجع من البيت افتح النت واشوف بقى الاجابات والناس اللي نزلت الاجابات وهكذا. هنا في نوعين من الطلبه، نوع من اللي هو بيقلق بسبب ان هو خايف يكون حل غلط او عايز يعرف هو عمل ايه وجاب كام وهكذا، وفي نوع تاني اللي هو بيبقى خايف اصلا ان هو يراجع عشان لو لقى نفسه ان هو غلط هيزعل وهيتوتر فهيضيع كل اللي جاي. انا كنت من النوع اللي هو بيحب يعرف هو عمل ايه، فكنت باجي افتح النت واشوف الاجابات اللي نزلت، المدرسين اللي حلوها، احاول اسال مثلا المدرسين اللي انا كنت باخد معاهم اجابه السؤال ده ايه والسؤال ده ايه وهكذا، واحاول اعرف انا هجيب كام في رينج كام يعني. وفي امتحان العربي انا اقسم بالله كنت جاي من امتحان العربي عيطت من امتحان العربي والله، وكنت حاسب نفسي ان انا هنقص 10 درجات وجيت نقصت 5 ونص بس. فانا كنت بحب اراجع عشان لما براجع واعرف انا عملت ايه ده بيشجعني ان انا اكمل. لكن في نوع تاني من الناس لما بيعرف ان هو غلط في حاجه معينه او نقص كتير بيحبط وما بيكملش. فشوف انت من انهي نوع وانت متعود على ايه واعمله، ولكن ما تسمعش كلام حد، شوف انت بتمشي ازاي او بتمشي امتحاناتك ازاي وامشي زي ما انت ماشي، ما تحاولش تغير من نظامك، حلو؟ عشان ما ياثرش عليك في الامتحانات الجايه، عشان حرفيا اقسم بالله الامتحان اللي بيخلص اردم عليه وانساه خش على اللي بعديه. حاجه كمان مهمه جدا، لما ترجع من الامتحان اي حد يسالك عملت ايه في الامتحان الحمد لله، ما تحاولش بقى توتره، ده انا عملت، ده انا عكيت، ده انا سويت، ده انا عملت، لا، ما تحاولش توتر حد، وخاصه اهلك بيبقوا اصلا خايفين لوحدهم متوترين عشانك انت، فما تجيش انت بقى تزود توترهم وتقلهم معاك، لا، انت قول لهم الحمد لله امتحان كويس. انا في امتحان الفيزياء كنت جاي من الامتحان مبسوط جدا جدا، مصر كلها مقلوبه على الامتحان والناس كلها زعلانه وانا كنت جاي مبسوط، والدي كان مستغرب، انا قلت له الحمد لله انا حل كويس وامتحان كويس. العكس امتحان العربي كنت جاي زعلان جدا، مصر كلها مبسوطه وانا اللي حزين، ايه اللي حصل؟ قلت له امتحان وحش، وترتهم وقلقتهم، فانت ما تعملش كده، لا، انت قول لهم الحمد لله امتحان كويس، في اي امتحان بقى قول لهم كويس وخلاص، ماشي؟ وفي حاجه مهمه جدا اوعى تنسى تعملها، ان انت تراجع على اسئله، تشوف ان انت حليت كل الاسئله، اوعى تنسى سؤال عشان اقسم بالله هتندم عليه ندم عمرك كله، اقسم بالله تفضل طول عمرك ندمان على السؤال ده. انا حصل معايا موقف في كليه الطب، نسيت سؤال في الامتحان وفضلت زعلان عليه تقريبا ترم كامل، فاوعى تعمل كده، راجع كل الاسئله، شوف ان انت حليت كل الاسئله، شوف ان انت حليتها كلها، ما تسيبش سؤال فاضي، ما تسيبش سؤال فاضي عشان هتندم، دي فرصه واوعى تضيعها. وفي الاخر عايز اقول لك ان ثانويه عامه مش نهايه الحياه، والله العظيم دي سنه زي اي سنه، عيشها عادي، والله العظيم ما تحاولش توتر نفسك ولا تقلل نفسك، كلم نفسك كلام ايجابي، حاول تهدي من روعك، وان شاء الله تأدوا كويس الامتحانات وربنا معاكم. وانا هخلص معاكم، انا هبدا ان شاء الله 14/6 وخلص 10/7، فانا مخلص معاكم، فانا مكمل معاكم اصلا، مش انتوا لوحدكم يعني. هو طبعا ربنا معانا احنا الاثنين احسن من اي حد، فان شاء الله خير، ما تقلقوش، والله العظيم هتعدي زي ما اي سنه عدت، والله العظيم يعني كرم ربنا كبير قوي. انت بس لما عملت اللي عليك هدي من روعك كده، واقرا قران كتير، وصلي كتير، صلي كتير قوي، كل ما تحس نفسك متوتر وعايز تكون مطمن وهادي اتوضى صلي ركعتين لله بس. في حاجه مهمه جدا كنت بعملها بعد كل امتحان برضو، ان انا كنت برجع بعد صلاه الظهر
اصلي الظهر وبعد الظهر اصلي ركعتين شكر لله، ايا كان عملت إيه في الامتحان. فحاول تقرب من ربنا قوي، وتقرا قران كتير، وتصلي كتير، وادعي كتير قوي، ادعي كتير وادعي لي معاك بجد. اتمنى بجد يكون الفيديو فاتكم، وحاولوا تعملوا له شير وتبعتوه لكل زمايلكم وتعملوا لايك واشتراك في القناه، والقاكم على خير باذن الله. هحاول باذن الله برضو باذن الله يعني ان الفتره الجايه في كل ليله الامتحان انزل ولو حتى مقطع شورت او فيديو طويل سريعا كده عن هنعمل ايه في ليله الامتحان في كل ماده بسرعه كده، وبعد كل امتحان باذن الله يعني هنحاول باذن الله. وبس كده، دمتم في امان الله. سلام.